ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ميدو ابن اختي قبل رمضان قال لي يا توحة اعمل لك حجامة. قلت له يا ريت. عايزاها لايه؟ قعدت احكي له عن اللي عندي. قال لي ده انا هعمل لك حجامة تحفة. انا خدت دورة تدريبية في الحجامة. اعمل لك الفوطة النارية. قلت له اعمل، انا قريت عنها وعن فوائدها. قال لي المهم استسلمت. مسك ظهري كله من عند قفايا وكتفي لحد تحت، تشريط تشريط تشريط. حاسة بالألم، بس قلت يمكن ربنا يجعل في ايده الشفاء. ما الحجامة سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لحد ما جه عند كتفي الشمال، كل ما يحط الكاس يتملي دم ومش عايز يبطل. فقال لي يا توحة هو كتفك الشمال ده وجعك؟ قلت له جدا، ما بقدرش ارفعه كويس. قال لي ما عمال يجيب دم. بقول لك ايه، انا حطيت الكاسات 4 مرات ولسه بيجيب دم. انا هلزق ظهرك او الكتف بمعنى ادق ببلاستر علشان الدم ده، انا كده هصفي الدم اللي عندك. قلت له ماشي. المهم انا بقى نسيت البلاستر. بعديها كده بكام يوم حاسه باكلان. فبقول لها يا وئام، شوفي الحته دي بتاكلني ليه؟ لقيت البلاستر شالتها. لا، جسمي كله او ظهري كله احمر. قالت لي ده اخويا شوه لك ظهرك. ازاي استحملتي يا توحة؟ قلت لها ده الكارثه في حاجه. بعد ما عمل الحجامه قال لي اعمل لك الفوطه الناريه. قلت له اعمل يا حبيبي. قلت لها حسيت بحاجه سخنه قوي في وسط ظهري. فبقول له يا ابني انا حاسه زي ما يكون في ولعه وسط ظهري. قال لي اه معلش، اصل وانا بحط الفوطه، بحط الكحول على الفوطه، الكحول طلع زياده شويه فولعت الفوطه على ظهرك. رميت يوميها الفوطه وهي مولعه. قلت له ايه يا ابني، هي الفوطه الناريه بالشكل ده؟ انت عملت قبل كده حجامه او فوطه ناريه على حد؟ قال لي لا لا لا، انا اللي اتعلمته في الدوره التدريبيه قلت اجي اجربه فيكي قبل ما اروح اعمل لامي. قلت له يا ابن الهبله، يعني انت اللي اتعلمته جاي تجربه عليا قبل ما تروح تجربه على امك؟ قال لي اه طبعا. وانت عايزاني اللي اتعلمته اجربه على امي اجربه على حد تاني؟ تفتكروا بعد ده عمال يحوم حواليا بقاله كام يوم عايز يعمل لي حجامه وفوطه ناريه؟ مجنونه انا اخليه يعمل؟ بالله عليكم، لو انتوا مكاني ترضوا تسلموا نفسكم تاني لميدو ابن اختي؟ انا مستنيه رايكم.